هو الراجل افضل ولا المرأة؟ ولا هما زي بعض؟ طب عند ربنا في حد افضل من التاني؟ ولا برضه في مساواة؟ طب التحرش مين السبب فيه؟ الراجل ولا الست؟ وايه الحل لو عايزين نقضي عليه؟ ويعني ايه نسوية؟ ويعني ايه ذكورية؟ ومين الصح فيها؟ كل دي اسئله هنجاوب عليها ان شاء الله، بس في الاول عاوز اسالك انا سؤال. فاكر في المجتمعات البدائيه اللي فيها البشر عايشين على الصيد وساكنين في كهوف، ساعتها كان الراجل والست عايشين ازاي؟ كان الراجل بيخرج يصطاد والست موجوده في البيت تطبخ وتربي العيال. هل في ست ساعتها قالت انا عايز اخرج واصطاد بنفسي؟ لا طبعا، ده خطر شديد عليها. طب في راجل قاعد في الكهف وقال النهارده مش هخرج اصطاد؟ اكيد برضه لا، ما هو كده هيموتوا من الجوع. عاوز اقول لك بقى دي الفطره السليمه، وده الدور الرئيسي لكل من الراجل والست. مع تطور المجتمعات وقله الخطوره بدات الفطره دي تنتكس. فعلشان كده لو عندك مشكله وعايز تعرف الصح من الغلط، حط نفس المشكله في اطار ما بين الحياه والموت، هتبان الحياه قدامك تماما. الراجل مش عدو للمراه ولا المراه عدوه للرجل، لكن طبيعي كل جنس بيميل للجنس اللي شبهه وبيحاول يطلع باكبر قدر من المكتسبات ليه واقل قدر من الخسائر. ده الطبيعي، لكن مش طبيعي ان يجي حد عشان خاطر يحصل على المكتسبات دي يقعد يعمل لك دراسات وابحاث وبرامج وفلوس عشان يثبت وجهه نظر مشوهه. يعني مثلا في واحده ست مش عايزه تطبخ لجوزها وعايزه تنتخ في البيت، حقها، هي شايفه كده، بس عشان تعمل كده وهي مرتاحه وجوزها ما يكونش ليه حق الاحتراق تروح تجيب من الدين ما يدل على انها مش ملزمه انها تطبخ في بيتها. فكده هي عملت كارثه، بوظت دماغ البنات الطبيعيه اللي شايفه ان الطبيعي ان الست تطبخ لجوزها. فانا هنا هحاول ابسط الدنيا واقول لك العلاقه بين الرجاله والستات هتكون عامله ازاي، وايه السبب اللي خلانا نوصل للحاله اللي احنا فيها دي، وايه الحل. فركز معايا، هنبدا باذن الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم وخلق من ضلعه السيده حواء. ادم عقلاني قوي البنيه ويحل المشاكل ويخوض الصعاب، وحواء كتله عاطفه تهتم بالاطفال وتزيح عن ادم كميه المشاكل والصعوبات اللي بتواجهه بره البيت. ادم يحمي حواء وحواء تهون على ادم. معادله بسيطه ما فيش فيها مشاكل، لا ادم يقدر يستغنى عن حواء ولا حواء تقدر تستغنى عن ادم. هما مختلفين بس كل واحد عنده حاجه التاني محتاجها منه. لو بعدوا عن بعض الحياه تقف. دي كانت الفطره السليمه للبشر طول ما كان التوحيد هو الدين الوحيد في الارض. المشكله بدات لما بدا الكفر يدخل الى البشريه. ساعتها الشيطان قدر ينزع الفطره دي من قلوب البشر بمبدا الاقوى هو المسيطر والافضل. وطبعا علشان طبيعه الانثى انها اضعف فكانت مضطهده ومتبهدله على مدار الاف السنين، بتتعامل معامله قاسيه جدا. تعالوا اقول لكم شويه امثله على الكلام ده من الحضارات القديمه على لسان افضل قادتها اللي هم المفروض افضل ناس فيها، فما بالك بالناس العاديه. عندك ارسطو بيقول المراه لا تصلح الا للانجاب. افلاطون بيقول ان هو بيزدري امه فقط لانها انثى. سقراط بيقول ان المراه كالشجره المسمومه، اذا اكلت منها الطير تسممت، تجذب الطيور برائحتها ولكن اذا اكلت منها ماتت مسمومه. نيتشه الفيلسوف الكبير بيقول ان المراه في افضل حالاتها حيوان. فرويد عالم النفس الشهير اللي بيقول ان المراه لم تخلق الا لاشباع رغبات الرجل. القديس لوما لاكويني بيقول ان المراه هي خطا من الطبيعه فهي نتيجه حيوان منوي مشوه. داروين استاذ التطور بيقول ان هو يفضل اللعب مع المراه فهي افضل من الكلب. وفي الجاهليه عظماء العرب كانوا بيقودوا البنات حيين، والفراعنه كانوا بيرموا البنات في النيل علشان يكتر خيره. عندك الهنود قديما كانت الواحده لما يموت جوزها كان لازم تموت معاه. الله، وانا مالي يا لمبي. وغيرهم كتير جدا لو فضلنا نتكلم عليهم مش هنخلص. فطبيعي جدا الستات على مستوى العالم يحسوا بالظلم، وان الراجل فعلا ظلم المراه، وان كل ما انتجته البشريه على مدار التاريخ فهو نتاج الرجل، فاذا كله خطا لمجرد ان الراجل اللي عمله. فظهرت الحركه النسويه اللي هي عايزه تغير كل حاجه حرفيا، حتى الفطره السليمه للانسان، بحاجات اصلا ضد المنطق. فلقينا في ماتشات ملاكمه بين ست وراجل، والست عاوزه تغلب الراجل، فالطبيعي ان الراجل يبهدلها. ما طبيعي يا جماعه، طبيعه جسم الراجل مختلفه تماما عن طبيعه جسم المراه، اكيد مش هتقدر تقف قصاده يعني. ونتيجه التطرف الحركه النسويه ظهرت الحركه الذكوريه، نتيجه القهر اللي حس بيه الرجال من تغول الحركه النسويه. لكن برضه الذكوريين خدوا الفكره بتاعتهم للتطرف، بقوا يهينوا المراه تاني وبيقللوا منها وبيعاملوا منها كانها سلعه تباع وتشترى. طب هو النسويه احسن ولا الذكوريه؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده تعرف مين اللي بيراوي الافكار دي؟ رجال الاعمال. يعني بدايه الحركه النسويه كانت فعلا مجموعه من الستات عاوزين حقوقهم، لان المراه في الغرب ما كانش لها اي حقوق تماما، حتى حقوق التصويت في الانتخابات، وكمان بتتعامل كانها كائن درجه ثانيه. فبدات الحركه النسويه وبدات تنتشر فعلا في المجتمع بنيه صادقه فعلا. اتفقنا واختلفنا معاها، مش دي المشكله. المشكله في اللي حصل بعد الحرب العالميه الثانيه، وهو ان عدد الرجاله بدا يقل جدا بعد الحرب. فرجال الاعمال كانوا عايزين يشغلوا مصانعهم وشركاتهم، ما كانش في قدامهم غير الستات انهم يشتغلوا شغل الرجال. فلقوا ان النسويه فكره حلوه قوي ما يروجوا ليها علشان المراه تشتغل ويكسبوا عماله، وكمان دي كانت عماله رخيصه لان المراه كانت بتقبل باي اجر، لدرجه ان هم شغلوا الستات عمال مناجم تحت الارض. تخيل، بدعوى انت قويه وانت مستقله محدش يقدر يوقفك. بعد كده الموضوع تطور، رجعوا المراه للعصور المظلمه، بقت سلعه تباع وتشترى. بس جابوها بالشكل ازاي يعني؟ قالوا لها ان جسدك ثوره مش عوره،
جسدك انت حر فيه تماما، تعمل اللي انت عايزاه، تقدري تكسبي منه فلوس من غير ما حد يلومك، وبقت كل حاجه تتباع حرفيا لازم يكون فيها اغراء. والحركات النسويه نشطت قوي في الموضوع ده، طبعا ما في دعم ليهم هناك. طب الست اللي عندها 4 اطفال وبتشتغل كذا شغلانه ومش لاقيه تاكل ومش عارفه توفق في حياتها نتيجه ان جوزها مات ولا طفش، حد بيدافع عنها؟ حد بيديها فلوس؟ لا، ما هو اصل اللي بيدفع ما بيهموش الست دي. المهم طبعا زي ما قلنا ان الحركه الذكوريه ظهرت بطريقه عفويه زي الحركه النسويه في بدايتها، بس للاسف برضه ناس من اللي بيحبوا الشهره والفلوس استغلوا الحركه دي علشان خاطر يكسبوا شهره وفلوس، وده للاسف على حساب الشباب والبنات العاديين. فعلشان كده الفكرتين غلط من البدايه، اساسهم بايظ، واللي بيحب حاجه منهم عنده مشكله ببساطه، لان الاثنين مش من الاسلام. يا جماعه الاسلام بتاعنا خير من كل ده، وفيه الخير للراجل والمراه مع بعض. ما هو دين ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الراجل وخلق الست، وعارف ايه الصح ليهم وايه المناسب لكل واحد فيهم. تعالوا نشوف بقى الاسلام عمل ايه بالظبط. واقول لك حاجه ممكن تكون صادمه، مفيش حاجه اسمها مساواه. بالراحه كده، يعني ايه مساواه؟ يعني الناس كلها لها نفس الواجبات ونفس الحقوق مهما كانوا مختلفين. فتخيل كده دكتور بشري ومهندس الكترونيات، وكل واحد فيهم ناجح في شغله، وجه في مريض عايز يعمل عمليه، مين اللي يعمل له العمليه ومين اللي يكون له حق عند المريض وواجب عليه انه ينقذه؟ اكيد اجابه السؤال ده واضحه، بس السؤال الاهم، يا ترى مين احسن، الدكتور ولا المهندس؟ اقول لك السؤال ده غلط، مفيش حد احسن من التاني، في حد افضل من التاني في مجاله. يعني لو الدكتور ده شاطر والمهندس ده فاشل يبقى الدكتور ده احسن، ولو العكس فيبقى العكس. هو ده الاسلام وهو ده دين ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حاجه اسمها مساواه، كل واحد على حسب عمله. طب الافضليه دي بتتحسب ازاي؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لا فضل العربي على اعجمي الا بالتقوى، يعني تقوى الله هي الاساس، ودي بتكون بالعمل الصالح والاجتهاد، مش عشان ربنا خلقك راجل او خلقك ست فتكون افضل من التاني. مفيش الكلام ده في الاسلام. الفرق ان كل واحد ليه وظيفه طبقا لطبيعه جسمه وطبيعه امكانياته، لو قضيت وظيفتك صح هتكون افضل من الطرف الثاني. كمان في قاعده ثانيه مهمه، كلما زاد التشريف زاد التكليف. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وللرجال عليهن درجه، ده تشريف صح، بس برضه مع تكليف. المهام الموجهه للرجال اكبر بكتير جدا من المهام الموجهه للستات، فالراجل بيجاهد ويحارب ويسعى على الرزق ولازم يصلي الصلاه في المسجد وينفق على من يعول، اما المراه مش مطلوب منها انها تصرف حتى على نفسها، لازم يكون في حد بيعولها. فالراجل افضل علشان عنده مهام اكتر. طبعا عند ربنا بقى كل فرد ادى مهمته فيبقى احسن عند ربنا، بس مهام المراه اقل بكتير جدا من مهام الرجل. شفت بقى، المراه لو صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاء. شايف الرسول عليه السلام بيقول إن طريق الجنة للمرأة سهل إزاي؟ عكس طريق الراجل اللي كله صعوبات ومشاكل. يبقى التشريف للرجل على المرأة بيكون مقابل تكليف مهم جدا وقوي جدا وصعب جدا. فالمرأة الشاطرة فعلا اللي تعمل حاجات اللي تناسب طبيعتها وتكوينها، وفوق ده كله هتكسب الجنة بأقل مجهود. فما تخليش حد يضحك عليك بأي مسميات. الست اللي مش بتشتغل لما بتطلع بطاقة بيكتبوا لها فيها ربة منزل مش عاطلة، ودي مهنة والله من أهم المهن في الدنيا، بل مهنة المرأة الرئيسية. ما تخليش حد يقلل منك ومن شغلك وتعبك في البيت. بيتك هو جهادك الحقيقي اللي الرجالة بيتعبوا جدا عشان يسووا معاكي بيه. طب التحرش بقى ايه السبب فيه؟ نسأل الأول، يعني ايه تحرش؟ يعني شخص لمس عورة شخص بدون إذنه أو أذاه لفظيا، سواء كان راجل لست أو ست لراجل أو راجل لراجل أو ست لست. كمصطلح الموضوع ملوش علاقة بالنوع، لكن الأغلب بيكون راجل بست. طب الفعل ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط جدا وحرام عند ربنا سبحانه وتعالى، ومن يفعله آثم شرعا. طب ليه مبرر؟ لا طبعا، أي حاجة حرام مفيش لها مبرر نهائي مهما كان المبرر. طب إيه أسبابه؟ أيوه هنا بقى المشكلة. أنا بحب الإحصاء، والإحصائيات بتقول كلما زادت حشمة المرأة كلما قل التحرش. هتيجي واحد تقول لي وازاي يعني؟ ما في منتخبات بيتم التحرش بيهم. ايوه، ما احنا عايزين نكون واقعيين. هل التحرش موجود فعلا ولا لا؟ طبعا موجود ومنتشر جدا. طب ممكن نقضي عليه؟ طبعا في حاله واحده، لو قضينا على البشر. بص يا جماعه، طالما في ناس يبقى في امراض اجتماعيه. يعني السرقه لا يمكن تنتهي مهما عملت، وكذلك التحرش. انت كل اللي بتعمله انك بتقلل من الموضوع ده وبتحاول تشدد العقوبه عليه. فلو جيت لاسباب التحرش كده هنشوف اولها لبس المراه، لان اللبس عموما هو رساله من الشخص للناس اللي قدامه كيافطه كده. فالواحده لما تلبس لبس ملفت بتدي اشاره كده انها مستعده انها تتعاكس او يتم التحرش بيها، بغض النظر هي عايزه كده ولا لا. واللي في الاغلب طبعا ما بتبقاش عايزه كده، بس اللي قدامها بيفهمها كده. انا بتكلم عن النظره اللي بيشوفها الناس اللي قدامها. فلو حد محترم متدين هيقول انا مالي، انا لازم اغض بصري ان شاء الله حتى تكون ماشيه عريان. طب بقى لو واحد مش محترم صايع او قليل الادب، ساعتها بيتحفز عنده حاجتين مع بعض، شهوه الجنس وشهوه السيطره. انه مش بس هيلبي غرايزه، لا
ده كمان هيأذي اللي قدامه. علشان كده بنلاقي اطفال وناس كبيره بيتحرشوا مش بدافع الشهوه، بدافع السيطره. طب امتى بقى المتحرش ده بيعمل عملته؟ ببساطه بيشوف الموقف اللي قدامه، لو هيعدي بسلام من غير عقوبه بيتحرش، لو اكبر منه او ممكن يواجه مشكله بيتراجع عنه فورا، لان في الاغلب المتحرش ده جبان. طب احنا لو عايزين نقضي على التحرش ده نعمل ايه؟ اول حاجه نرجع لدين ربنا. اولا الاسلام ما ظلمش المراه، بالعكس ده انصفها. فالمراه في الاسلام شقائق الرجال، وقدام ربنا زيها زيه. من عمل عملا صالحا من ذكر او انثى، يعني ما فيش فرق. اداها حقها في الحياه، لان البنات كانت بتوقد في الجاهليه. اداها حقها في انها تكون ام، وقارنها ده بالتوحيد. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. حقها في التعليم، المراه من حقها انها تتعلم. ما تسمعش كلام المتخلفين اللي عايزين المراه جهله. انت عندك من اكبر رواة الحديث هي السيده عائشه زوج الرسول عليه السلام. حق المال، وانها تكون لها ذمه ماليه منفصله، وانها تورث، وانها تاخد مهرها بالكامل وتتصرف فيه زي ما هي عايزه. ومهما كانت غنيه من حقها ان جوزها يصرف عليها، ولو ما صرفش عليها من حقها انها تتطلق. انا بس كترت الكلام عن حقوق المراه في الاسلام ليه؟ علشان بس النسويين اللي بيقولوا ان الاسلام ظلم المراه وانه قهرها وان ده سبب التحرش اللي بيحصل للستات. لما نقول بقى ان اللبس مهم وانه اهم سبب في موضوع التحرش، وده رقم 2 في العلاج، الحشمه. المراه المفروض انها تلبس اللباس الشرعي اللي فرضه عليها ربنا سبحانه وتعالى. ده هيقلل جدا من التحرش. انت لما تلبسي اللباس الشرعي كانك مطلعه يافطه بتقول محدش يقرب مني، وده اللي هيفهمه الشخص اللي قدامك. 3 غض البصر. بص يا حبيبي، انت مطالب انك تغض بصرك حتى لو اللي قدامك ماشي عريان، مالكش دعوه بيها، انت هتتحاسب على نفسك. اعتبر اللي ماشيه دي اختك، امك. لو علمنا اولادنا عن موضوع غض البصر ده هنحل اكبر قدر من المشكله. التربيه صحيحه للاطفال، وان البنت مش زي الراجل، كل واحد له حقوقه وليه واجباته، وان الراجل واجب عليه يحترم المراه ويحميها، والمراه تسمع كلام جوزها، وان العلاقه بينهم مش علاقه قهريه. فالراجل لا يجوز عليه انه يقهر الست، وان التحرش جريمه ملهاش مبرر. محدش من حقه يلمس جسمك ايا كان الا باذنك. 4، ودي اهم نقطه للعلاج، العلاقه بين الراجل والمراه لازم تكون في الاطار اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه. لو عملنا كده هنقلل من التحرش. طب ايه هي المعايير؟ اولا الكلام للضروره، مش كل ما ابقى زعلان شويه اروح افك شويه مع صاحبتي، مفيش الكلام ده يا حبيبي. 2 غض البصر، ما ينفعش وانا بتكلم معاها اكون باصص في عينيها ومركز قوي في ملامحها، اشوفها يا عيني زعلانه ولا لا. 3 رفع الكلفه تزيد الالفه، وانك ترفع الكلفه وانت بتكلمها لازم تقول حضرتك، يا دكتوره، يا باشمهندسه، يا استاذه، علشان تقطع سبيل الشيطان. وعاوز اقول لك حاجه، ما فيش علاقه صداقه بين الراجل والست. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا متخذات اخدان، واي علاقه صداقه بين الراجل والست لازم تنتهي فورا. عارف بتنتهي امتى؟ باعلان الحب من احد الطرفين، وده للاسف بيكون من الاسباب اللي بتؤدي للتحرش بعد كده. فلو التزمنا بالمعايير دي ان شاء الله هنقلل من التحرش تماما. اخر حاجه في العلاج العقوبه الرادعه للمتحرش، ودي بقى انا خليتها اخر حاجه، لان العقوبه لازم تتم بعد ما نستنفذ كل الوسائل المتاحه، بحيث فعلا نعاقب المتحرش المؤذي، ويكون عقاب رادع لاي حد شافه بيفكر يعمل كده. وما يجيش حد يقول حرام عليكم هتضيعوا مستقبله، ما يضيع عادي، ما هو يستاهل. في النهاية العلاقة بين الراجل والست هيفضل دايما فيها كلام كتير، وده حاجة طبيعية، والتحرش مش هينتهي، بس بإيدينا إن احنا نحجمه ونقلله. والله الله يكرمك، بلاش كلمة ما تشوف يا جماعة هي لابسة إيه لما واحدة يتم التحرش بيها، علشان دي بتبوظ كل حاجة. فاللهم استر بنات المسلمين واحفظ شبابهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أنا كده خلصت، سلام عليكم.